يا مساء الجمال على أحلى متابعين. النهاردة جايبة لكم حكاية توأم شبه بعض في الشكل لكن حياتهم مختلفة 180 درجة. يعني واحدة عايشة في عالم الشركات والضغط والتانية بتحاول تلاقي نفسها بعد ما كانت بطلة رياضية. يلا بقى نشوف ايه اللي هيحصل لما يقرروا يبدلوا حياتهم مع بعض. وبتبدأ بقى الحكاية بتاعتهم لما مامتهم كانت لسه حامل فيهم وكانت قلقانة جدا من الحمل لأن هما الاتنين توأم، على عكس باباهم اللي كان فرحان جدا وكمان اختار لهم الأسماء بتاعتهم. وفي الولادة اتولدوا هما الاتنين لكن ميران الأخت الكبيرة كانت تعبانة وبتفضل بقى ماشية على الأدوية لغاية دلوقتي بسبب تعبها ده. وبنعرف إن مفيش حد بيعرف يفرقهم أبدا من بعض، حتى مامتهم ما بتعرفش تفرقهم، لكن والدهم وجدتهم هما الاتنين بس اللي بيعرفوا يتعرفوا عليهم. وبتحصل بقى لوالدهم أزمة واللي بيموتوا بيسيبهم لجدتهم اللي بتكون عارفاهم هما الاتنين ومربيهم لغاية ما كبروا. لكن الأزمة اللي في حياة ران إن هي بتاخد الأدوية وإن هي زهقت منها. وهنا بقى البنتين بيتفقوا مع بعض وبيعملوا خطة كده إن كل واحدة تاخد مكان التانية. يعني لما ميعاد الدواء يجي جاي هي اللي تاخده، ولما يجي امتحان أو حاجة ران تروح تحلله. بيفضلوا بقى كده فترة لغاية ما بيروحوا عشان يحللوا الران، وهناك بقى بيعرفوا الحقيقة. ومامتهم بقى علشان تقدر تتعرف عليهم بتقص شعر جاي، ومن هنا بقى بيقرروا كل واحدة فيهم إن هي تعيش حياتها. يعني ران دايما كانت بتطلع الأولى في المدرسة، أما جاي كانت دايما بتاخد بطولات في الجري، واللي احنا عارفينه إن الدنيا مش دايما وردي. فبنشوف بقى إن جاي وهي في مسابقة وبتجري بتقع على رجليها وبتتصاب إصابة خطيرة، والدكتور بقى بيقول لهم إن هي مش تقدر تاني تشارك في أي بطولات لأن هي مش هتكون عداية أصلا. وبنشوفها بقى بعد ما بتكبر وهي شغالة عاملة نظافة في المدرسة. المهم بتعدي على مامتها اللي بتروح لها بسرعة بتقول لها انت ايه اللي جايبك هنا، فبتقول لها انت مش عايزاني اجي هنا عشان تقول لهم يعني ان انت عندك بنت واحده. والكلام طبعا بيكون على ميران اللي بتكون دخلت جامعه سيول وبعد كده اشتغلت هناك في شركه كبيره جدا. بس مامتها بتقول لها ان النهارده اخر يوم ليكي في المدرسه وعايزاكي تروحي عند المديره عشان تسلمي عليها قبل ما تمشي. لكن جي ما بتكونش عارفه هي ليه اصلا هتروح تسلم عليها، مع ان اصلا المديره تبقى جارتها، بس بتعمل زي ما هي قالت لها وبتروح فعلا عشان تسلم على المديره قبل ما تمشي. والمديره بقى هناك بتكلمها وبتقول لها ان النتيجه طلعت وان انت ما اتقبلتيش في الشغلانه الجديده، وبتقترح عليها ان هي تفضل في المدرسه هنا وتكمل شغلها عادي. لكن بنتها ما بتوافقش لان اصلا ده مش شغلها وان هي جايه بس فتره مؤقته، وان هي شغاله بس لغايه ما العامله الاساسيه ترجع تاني وهي مش عايزه تاخد مكانها. لكن المديره بتقول لها ان هي اللي بتعمله ده ما ينفعش وان هي لازم تشوف لها شغل ثابت زي اختها بالظبط. لكن بنتها ما بتكونش عايزه حد يقارنها باختها، فالمديره بقى بتقول لها طب بص على ابني سوه، دلوقتي دخل كليه الحقوق ودلوقتي شغال في احسن شركه. وبنروح بقى لسوه اللي بيكون عنده محكمه وبيقول للرئيس بتاعه ان هم لازم ياجلوا القضيه لان المنافسين بتوعهم جايبين شاهد، والشاهد لو دخل دلوقتي هيخسرنا القضيه. وفعلا الرئيس بيأجل القضيه وكمان بيقول لسوه انت عرفتي ازاي، فبيقول له هو كان مسجل له، فبيقول له برافو عليك، مش مهم الطريقه اللي انت بتجيب بيها المعلومات، المهم اللي انت بتجيبها. وبيرجع بقى هو الشركه وزميلته ساره بتكون بتندع عليه لكن هو ما بيسمعهاش، فبتروح وراه بالغلط بتوقع عليه القهوه، وبيروح علشان يغير هدومه بنلاقي ان جسمه كله حروق. وبتروح له بقى المديره بتاعته وبتقول له انت مش ملاحظ ان ساره بتحبك، لكن هو بيقول لها لا دي زميلتي عادي في الشغل، فبتقول له دايما بتعطف وتلطف معاك وبعتلك حتى قلوب اهي. لكن سو بيقول لها اللي هي بعتله الورقه دي بس علشان تعتذر له على اللي حصل من شويه. واللي بيكون بقى بيلبس في الوقت ده الكرافته اللي لونها ورد دي وهو مبتسم، وبنعرف ان هي وراها قصه. وبنرجع بقى لجي وهي مع صاحبها اشرف اللي بيكونوا هما الاثنين شغالين في الزراعه. وبيجي بقى في الوقت ده الرئيس بتاعه بيقول لها انا لقيت لك فرصه شغل حلوه جدا، ايه رايك لو اشتغلت في مزرعه فراوله واليوم ب 200 جنيه وكمان معاها وجبه. هي بقى بتزغلل اول ما بتسمع السعر من هنا وبتقول له انا عايز اشتغل فيها، فهو بيقول لها المهم بقى تعملي لي السيره الذاتيه حلوه. بيكون بقى هي عندها مشكله في السيره الذاتيه لان هي واخده اصلا الثانويه وقاعده في البيت. لكن اشرف بيقول لها خلاص يا ستي ابعتي له السي في بتاعك واكتبي له الشغل اللي انت اشتغلتيه. وبترجع بقى جاي البيت وبتقول لمامتها على العرض بتاع المديره وبتقول لها ان هي رفضته. لكن مامتها بتتضايق قوي وبتقول لها يعني اختك هي اللي هتفضل تصرف عليكي. لكن جاي بتتضايق وبتقول لها انا مش باخد من مرام فلوس اصلا، انا باخدها منك انت. فمامتها بتقول لها طب خدي بقى الاكل ده ووديه للمديره عشان النهارده ذكرى وفاه جوزها. فبتروح وبتدي الاكل للمديره والمديره لسه بتقول لها خلاص تعالي بقى اقعدي تعشي معايا علشان سوهو جاي في الطريق. اول ما بتعرف ان سوهو جاي في الطريق بتقول الباب فين، اللي بتخرج جري ولسه بتفتح الباب من هنا بتلاقي ان سوهو في وشها وبتقول له حازم يخرب بيتك فاجئتني، وبعدين بقى ايه الكرافته اللي انت لابسها دي، ذوقك اتغير خالص. لكن هو بيقول لها انا مامتي قالت لي ان انت اللي بتحبي اللون ده. فبتفتكر كده لما كانت واقفه مع مامته بيدوروا على رابطه تكون شكلها حلو ومامته بتقول لها علشان هيروح ويوعد البنات بيها، فساعتها بقى بنتنا اختارت له اللون ده علشان ما فيش ولا بنت تقبل بيه. فبتقول له اه افتكرت هي حلوه قوي خليك بقى لابسها. وبيبان اللي هي بتغير عليه جدا وان هي بتحبه، ولسه بتمشي منها بتلاقي اللي هو بيسالها على ميران. فبتتضايق قوي بقى لان هو سالها عن اختها وما سالهاش عليها هي، فبتقول له بسالها انت عشان انت وهي عايشين مع بعض في نفس المدينه وبتمشي وبتسيبه. وبنرجع بقى في الزمن لما كانوا لسه في المدرسه الثانويه وهي اول يوم تشوفه فيه، ولسه بقى بتقول له انت جاري الجديد، بتلاقي اللي هو ماشي ومش معبره. وبيطلع كمان ان هو زميلها في نفس الفصل بس ما بيرضاش يقعد جنبها، وان حتى كل ما بتيجي عشان تنادي عليه او تتكلم معاه بيتجاهلها. ففي مره بقى القلم بتاعها بيقع وبتقول له بقول لك ايه جيب لي القلم من عندك، فهو ما بيردش عليه. فبتتعصب بقى هي كده وبتقوم في نص الفصل وبتزعق له وبتقول له هو انت طرش ليه انت بتردش عليا لما بكلمك. وبنفوق بقى من الذكريات دي وهي بتكون لسه زعلانه منه علشان هو ما سلمش عليها ولا عارف اخبارها حتى. لكن بترجع بتقول هو هيسالني يعني على ايه، ما انا زي ما انا وما عملتش اي حاجه في حياتي. لكن مامتها بتخش لها وبتقول لها بقول لك ايه ما تتصلي كده بميران عشان هي قالت ان هي هتيجي عشان
تزور جدتها. فبنتها بتكون متضايقه بقى وبتقول لها هو انتوا كلكم بتسالوني على ميران ليه؟ ما كل واحد يكلمها هو. وبتيجي عشان تتصل بيها لكن ميران بقى بتتجاهلها وما بتردش عليه. وبيظهر بقى معانا صاحب مزرعه الفراوله واللي بيكون اسمه باركو ماسك بقى السي في علشان يشوف، وبيكون بيقلب فيهم كده لكن بيلفت بقى انتباهه السي في بتاع بنتنا. بيقول بقى الرئيس بتاعها انا اول مره حد يديني سي في يبقى فاضي كده. فالرئيس بقى بيقول له ما يغركش السي في الفاضي ده، لكن بنتنا دي بتعرف تشتغل كل الشغل، وان بنتها ما دخلتش الجامعه بسبب جدتها اللي تعبت من 10 سنين وجات لها سكته دماغيه، فبقت هي دايما اللي بتزورها وبتعتني بيها وبتعمل لها كل حاجه هناك في المستشفى. فلما بيعرف بقى كل حاجه عنها وان هي كمان كانت بطله قبل كده بيقبل ان هي تشتغل معاه. وفي الوقت ده بقى جاي بتروح المستشفى وبتسال على الحاله بتاعت جدتها لكن الدكتوره بتقول لها ان هي لسه سيئه. وبعدين بقى بتروح علشان تعتني بجدتها اللي بتقول لها ان هي ما تجيش هنا تاني وان هي تعيش حياتها بقى، لكن بنتها بتقول لها ما تقلقيش عليا انا هفضل لازقه فيكي كده على طول. وبعدين بقى بتكلم ميران وبتقول لها هو انت مش هتيجي زياره للجده دي عايزه تشوفي الجده وماما دايما بتسال عليك، لو مش هتيجي قول لهم ان انت مش هتيجي وما تديهمش امل على الفاضي. لكن ميران بتقول لها ان هي مش فاضيه دلوقتي، فجاي بتقول لها انا عايزاكي بس تيجي تزوريها انا اللي باخد بالي منها اصلا. فميران بتقول لها دي حياتك انت وانت اللي اخترتي تعيشي كده فاستحملي بقى، وبتقفل السكه في وشها. جاي بقى بتكون متضايقه وبتقول لمامتها على اللي حصل، فهي بتقول لها اعذري ميران لان هي بتشتغل، لكن بنتها بتقول لها ان هي اللي بتعتني اصلا بجدتها، فهي بتقول لها انت بتعتني بيها بس اختك هي اللي بتجيب لنا الفلوس علشان ندفع تكاليف المستشفى، وان البيت اللي احنا عايشين فيه ده ما حدش كان هيدفع الديون بتاعته الا هي. وبتكون بتحضر لميران اكل كتير جدا وبتقول لجي بقى اللي هي تروح وتدي لها الاكل ده، لكن جي بتجيب اخرها وبتقول لها انا مش هودي لحد اكل وبتمشي وبتسيبها. ولسه بتخرج من هنا بتلاقي نسوه في وشها ومعاها طبق فاكهه، فبتقول له انت شايفني الخدامه يعني، وبتمشي وبتسيبه. بتكون بقى عماله تفكر هو انا اللي غلط ولا الدنيا هي اللي غلط ولا في ايه بقى في حياتي. لكن بطلنا بقى بيجي وبيقول لها ما كفايه بقى شوط، فهي بتقول له على الكوره يعني، فبيقول لها لا على رجليك، لكن هي بتقول له ما تخافش على رجليا مش هيحصل لها اكتر من اللي حصل لها يعني. وبيقول لها بقول لك ايه انا عارف ان انا سؤال رخم كده بس هي ايه اخبار ميران، فهي بقى بتكون متضايقه ولسه هتمشي بتلاقي ان هو جاي وراه، لكن جي بقى بتضربه في دماغه من غير قصدها. وبنرجع بقى فلاش باك تاني لما كانوا في الثانويه، لما الكوره خبطت فيه وهما بيلعبوا وهي جريت عليه علشان تشوف ماله، لقيته ان راسه بتوجعه جدا فمسكت ايديه بقى علشان تخفف عنه شويه، لكن هو بقى بيمشي وبيسيبها وهي بتروح وراه بالعجله بتاعته وبتقول له طب تعالى بس نروح نشوف الدكتور. وبعدين كده بتلاقي اللي هو ماشي بيعرج فبتقول له هو انت ماشي كده ليه يا رجلك فيها ايه، لكن هو بقى بيقع من هنا وبيفضل بقى يزعق لها وبيقول لها يعني انت بتتنمري عليا دلوقتي عشان انا مش عارفه امشي على رجلي واخداني بقى طريقه عشان مش بسمع كويس وكمان مش بمشي كويس. وبنتها ما بتكونش فاهمه اي حاجه لكن بتروح البيت بقى وميران بتقول لها كل اللي حصل معاه وبتحكي لها بقى اللي هو اتعرض لحادثه وهو صغير وان هو ما بقاش يسمع وكمان الرجل اللي هو مركبها دي رجل صناعيه، فهي بقى بتفتكر كل المرات اللي كانت بتزعق له فيها ديت وبتفضل تقولها مش طبيعيه بجد انا ليه كنت بعمل معاه كده. وبنرجع لهم بقى تاني بعد ما بتديله عصير وبتقول له هي لسه ودنك فيها صوت مزعج، فهو بيقول لها لا انا ما بقتش اسمع اصلا. وبتيجي بقى علشان تقعد بس بتقعد بقى في الجنب اللي هو بيسمع منه، بتقول له انت كنت عايز تقول لي ايه بقى على ميران، لكن هو بيقول لها اللي هو شافها قبل كده هناك في سيول وكان عايز يكلمها لكن باين عليها اللي هي كانت مرهقه جدا، لكن هي بتقول له ما تخافش عليها انت عارف ان جسمها بس ضعيف شويه، لكن هو بيفاجئها لما بيقول لها ان هي اصلا اول ما شافته هربت وسابته، وبيقول لها اللي هي ما بتحبش تبان قدام اي حد ضعيفه الا قدامك انت بس، لكن بنتها بتكون متضايقه جدا لان هي اصلا بقى لها اكتر من سنه ما شافتهاش ولا عارفه عنها اي حاجه. لكن سو بيقول لها ان الجده قالت لي ان هي ما كانتش بتبين ضعفها او عياطها قدام اي حد الا قدامك انت بس، حتى لما كانت في المستشفى وكانت مريضه جدا ما كانتش بتوري اي حد ضعفها الا ليك انت بس. فجي بقى قلبها بيحن وبتاخد بقى الاكل عشان تروح تزور اختها، وبتروح لها بقى الشركه وبنلاقي ان ميران داخله من الباب لكن بتستخبى علشان تروح لاختها وبتوري لها يعني اللي هي كانت لسه في الشركه، وجي بقى بتسلم عليها وبتدي لها الاكل وبتقول لها خلاص روحي بقى شوفي شغلك عشان مش عايزه اخرك عليه، لكن ميران بتقول لها انا خلصت شغلي النهارده وتعالي معايا بقى علشان هعزمك على الاكل. وفعلا بيروح علشان ياكلوا وهي بتحس بقى ان ميران فيها حاجه غريبه فعلا وان كلام سو فعلا طلع صح، حتى لما العامله اتعورت هناك في المطعم والرئيس بتاعها قال لها تروح المستشفى ميران قالت لها يا ريتني انا كنت مكانها. فجي بقى بتكون مستغربه كلامها لكن ما بتاخدوش على محمل الجد، وميران بتقول لجي انت ايه رايك لو انا رميت كام بطانيه كده في الشارع ونطيت من الدور الثالث مش هيحصل لي حاجه ما تقلقيش، بس ساعتها بقى هقدر اخد اجازه من الشغل وافضل بقى مده طويله في البيت. لكن جي بتفتكرها اللي هي بتهزر معاها وبتقول لها ايه اللي انت بتقوليه دوت ابعدي بس الافكار دي عن دماغك، وبتخش الحمام منها وبتخرج بتلاقي ان ميران مش موجوده وتليفونها كمان سايباه، فبتروح علشان تدي لها التليفون في الشركه لكن بقى بتلاقي ان هي اصلا ما جاتش النهارده الشركه، وهنا بقى بيجي لها لحظه ادراك وبتفتكر كل كلام ميران وبتروح بسرعه عشان تلحقها. فعلا بقى بنلاقي ان ميران خلاص بتنط لكن جي بقى بتيجي في الوقت ده وبتمسك ايديها بسرعه وبنشد بينهم هما الاثنين، جي هي كمان بتقع وهما الاثنين بيقعوا من الدور الثالث، وجي بتقوم بسرعه عشان تطمن على اختها وبتقول لها هو انت مجنونه ايه اللي انت عملتيه ده، لكن ميران قالت لها عشان انت قلت لي ان انا اتحمل الشغل فانا بعمل كده عشان اتحمله بقى، لكن جي بقى بتقول لها يعني انت كنت عايزاني افضل طول عمري ندمانه ان انا قلت لك الكلمتين دول، بتقول لها انت مستوعبه اللي انت عملتيه انت كنت هتموتي نفسك دلوقتي، لكن هي بتقول لها انت مسكتي ايدي ليه طيب طالما انت كنت عارفه كده انت كنت ممكن تموتي معايا انت كمان. فجي بقى بتنهار وبتقول لها ما كنتش اقدر اعمل اي حاجه تاني غير كده، ويفضلوا هما الاثنين بقى يبكوا مع بعض كده شويه وبتحكي لها بقى ايه اللي حصل معاها في الشغل. فبنعرف بقى ان ميران اول ما راحت الشغل كان عندها زميله لطيفه جدا كانت بتعرفها كل حاجه، حتى ان اللطيفه دي كانت بتساعد كل الناس واي حاجه قدامها كانت بتصلح. وبنعرف بقى ان اللطيفه ما قدرتش تسكت عن المخالفات بتاعه الرئيس بتاعها وراحت اشتكت، فالرئيس بقى ما حصلوش اي حاجه وحتى زمايلها بقوا يتنمروا عليها في الشغل. بنتنا بقى ساعتها قعدت ساكته كتير لكن في الاخر قالت انا هقف معاها وهروح واساعدها، وبتروح فعلا وبتشهد مع اللطيفه، لكن بقى بنعرف ان
ان اللطيفه سابت الشغل ومشي، وان هي ما قدرتش تستحمل التنمر ده كله واستقالت منه. والدنيا بقى سدت في وش بنتنا بعد ما الموظفين بداوا يتنمروا عليها، وقعدت بالشكل ده فتره طويله جدا لغايه بقى ما زهقت وجابت اخرها. وبيكونوا بقى في المستشفى، وساعتها جاي بتقول لها خلاص سيبي الشغل بقى واستقيلي، لكن ميران بتقول لها ان الموضوع مش بالسهوله دي. انت مش فاكره ان انا خدت كارد اصلا من الشركه اول ما اتوظفت فيها؟ من غير الكارد ده ما كانش يقدروا يدفعوا الديون اللي عليهم كلها. وجاي بتقولها يعني ما فيش حل للموضوع ده، فهي بتقول لها لا ما فيش حل، انا هكمل كده وخلاص. وميران بتركب جاي علشان تروح، لكن جاي بقى في الطريق بتفتكر الوعد اللي وعدوه لبعض زمان، وبترجع تاني لميران اللي كانت بتفكر تاني في الانتحار، وبتقول لها خلاص احنا هنبدل حياتنا مع بعض، وزي ما احنا بدلنا حياتنا زمان ممكن نبدلها دلوقتي كمان عادي. وبنرجع بقى فلاش باك كده زمان لما سوهو بقى عرف ان هو كان ظالم بنتنا، واللي كان فاكرها ان هي كانت عارفه اللي هو مريض وبتتنمر عليه، لكن مامته بقى بتقول له ان هي ما كانتش عارفه اي حاجه، وان هي قالت لاختها الثانيه اصلا، وبتديله بقى الطبق ده وبتقول له روح اديه لجي، وهو بقى ما بيكونش عارف مين فيهم جي ومين فيهم ميران، لان هما الاثنين بيكونوا رابطين شعرهم. وفعلا بيروحوا هما الاثنين الصالون، وميران بتقص شعرها لكن ما بتكونش عايزه تصبغه. اما جي بقى فبتحط اكستنشن عشان تطول شعرها، وميران بتقول لها احذري كده وخليكي عاقله وما تعمليش اي مشاكل في الشركه، وان انت كده كده بالنسبه لهم مش مرئيه ومحدش مهتم بيكي هناك. وبتقول لها انا كتبت لك على اللابتوب بتاعك شخصيه كل واحد هناك وما تنسيش تقريهم بقى. وميران بقى بتكون خلاص هتمشي، لكن بتعمل حظر الرقم سو علشان تدي التليفون لاختها، وبيبدلوا هما الاثنين بقى تليفوناتهم مع بعض. وميران بقى بتركب علشان تمشي، وبتقول لها وعديني ان انت ما تعمليش اي مشاكل، وبتسيب بقى جاي في العالم الجديد بتاعها ده، ويا ترى بقى تقدر تتصرف فيه ولا لا. واول يوم بقى الجاي وهي هناك في الشغل ما بتلاقيش ان في اي حد في المكتب، فبتفتكر كلام ميران وهي بتقول لها ان هم عندهم اجتماع، ولو انت جيتي متاخر يبقى خش على طول. فبتقول جيت متاخر مين ده، انا جايه قبلهم كلهم. لكن بتلاقي واحد كده وبتقول له هم الباقي لسه ما جوش ولا ايه، لكن هو بيبص لها كده وبيقول لها ده بقى لهم كتير قوي في الاجتماع جوه. فبتخش كده وبتتسحب، لكن كلهم طبعا بيشوفوه. وبتفتكر بقى كلام ميران لما كانت بتقول لها لو لقيتي كل الكراسي اتملت تقعدي في الكرسي اللي جنب الشباك، لكن هي بقى بتلاقي ان في كرسي فاضي فبتقعد عليه. بتلاقي بقى ان كلهم قاعدين وبيبصوا لها، وبتخش زميلتها بالقهوه وبتعرف ان الكرسي ده بتاعها، بس ما بترضاش تقوم. ولسه بقى زميلتها بتوزع القهوه عليهم، لكن بنتها بقى بتاخد واحده من القهوه. فالمدير بقى بيتضايق جدا لان القهوه دي كانت بتاعته هو، وكلهم بيكونوا مش فاهمين هي مالها النهارده كده. واحد بقى من زمايلها بيقول لها طالما بقى انت مصحصحه كده معانا وقاعده على الكرسي قولي لنا بقى اي حاجه من الاجتماع. فهي بقى بتكون عماله تقول لما الميران قالت لي ما حدش هيسالني ليه، فطبعا ما بتعرفش ترد عليه، لكن المدير بيقول خلاص سيبها دلوقتي عشان نكمل الاجتماع. اما ميران بقى بتكون بتحلم ان هي داخله الشركه وان هم كلهم واقفين وعمالين يتنمروا عليها لغايه ما بتصحى من النوم وهي مخضوضه، لكن مامتها بقى مش بتقدر تتعرف عليها وبتقول لها روحي لجدتك النهارده عشان هي عايزاك. وبتفتكر كلام جي لما كانت بتقول لها روحي للجده مرتين في الاسبوع، لكن هي بتكون عارفه ان هي لو راحت للجده هتتكشف على طول لان هي بتعرف تفرق بينهم. فبتقول لمامتها ان هي مش فاضيه دلوقتي وان هي لقيت شغل جديد في المزرعه، وبتركب بقى العجله عشان تروح المزرعه لكن ما بتكونش عارفه تسوق. المهم بقى بتوصل وبتتعرف على بارك اللي بيقول لها انت هتقعدي اسبوع تحت التدريب مش بتعملي اي حاجه. هي ما بتكونش فاهمه دماغه لكن بتقول له قشطه خلاص تمام. بنشوف بقى سوهو هو والرئيس وهم قاعدين مع الموكل بتاعهم وهو بيتكلم معاه، لكن بيكون اسلوبه وحش جدا وما بيكونش عايز يديلهم حتى الفلوس بتاعه اتعابهم. لكن سوهو بيقول له انت فاكرنا اللي احنا هنجيب لك البراءه بعد ما كسرت رجل الراجل، فهو بيقول له ايه يعني رجله وترمى. فالرئيس كده بيتضايق لان الرئيس اصلا عنده اعاقه، لكن سوهو بقى بيجيب حق الرئيس بتاعه بالطريقه وبيسمعه كلمتين حلوين، وبيروح كمان وبيديله عصير وبيقول له ما تنساش بقى اللي انت هتروح الاسبوع الجاي الشركه الماليه. فهو بيكون متضايق علشان ميران، لكن الرئيس بيقول له ان هو ما يحطش حياته العمليه مع حياته الشخصيه، وبيبداوا هما الاثنين بقى يعيشوا حياه بعض وكل واحده فيهم بتكون لسه بتستكشف حياه التانيه. وبيمر كذا يوم لغايه ما الرئيس بتاع جاي بيجي وبيقول لها انا عايز اكلفك بمشروع، وبيقترح عليها المشروع، فهي علشان عايزه تثبت نفسها قدامهم بتقبله عادي. مهمه جاي بقى ان هي تروح عند صاحبه المطعم وتقنعها ان هي تبيع الاراضي بتاعتها للحكومه، لكن بيكونوا محذرينها ان صاحبه المطعم دي عندها جدا. ففعلا بتروح بقى وبتاكل عندها، وبعد ما بتخلص خالص بتروح علشان تقنعها ان هي تبيع الاراضي بتاعتها، لكن صاحبه المطعم اول ما بتعرف ان هي تبع الحكومه بتطردها بره المطعم وكمان بترش عليها ملح. اما ميران بقى فبتكون شغاله في مزرعه الفراوله بس ما بتعملش اي حاجه، وبتروح لباركو وبتقول له الاسبوع بتاعي خلص اهو هعمل ايه بقى، فبيقول لها لا استني كمان اسبوع كده واقعدي ما تعمليش حاجه. وكالعاده بيديلها المرتب بتاعها يوميا. وجاي بقى لسه فاكره دلوقتي ان هي تفتح القائمه بتاعه الاشخاص اللي اختها كانت كاتباها لها، وبتاخد الصدمه بقى لما بتقول لها ان هي تبعد عن الرئيس بتاعها تماما لان هو واخد، وبتعرف بقى ان هو تبسها في المشروع ده عشان مش هتعرف تتم. بتمر الايام بقى وبنتنا كل يوم بتروح عند صاحبه المطعم، لكن هي بقى بتطرد وبترش عليها الملح لغايه ما بنتها بقت مملحه. اما عن ميران فهي جايبه اخرها خالص من الشغل لان هي ما بتعملش اي حاجه. وبارك بقى بيروح لميران وبيقول لها هو الكرسي المكسور انت وديتيه فين، فهي بتقول له اللي هي رميته. فهو بيقول لها انا طلبت منك ان انت ترميه، فهي بتقول له المشكله ان انت ما طلبتش مني اي حاجه. فهو بيقول له انا كنت عايز اشوفك بس الاول هتعملي ايه كده، بس باين عليك اللي انت فاشله. يعني انا كان عاجبني كده لما بعت لي السي في بتاعك وما كانش فيه اي حاجه وقلت لازم اختبرك، بس هو مر اسبوعين وانت ما عملتيش اي حاجه فيهم. بس هي بقى بتقول له اللي انت بتعمله دوت مش اختبار، انت كده بتتنمر عليا ومخليني ان انا مش مرئيه. هو بيتزعق له بقى وبتقول له كل اللي كان نفسها تقوله من زمان، وبتركب العجله بتاعتها عشان تروح، لكن بتقع بقى بيروح علشان يطمن عليها، لكن هي بقى ما بتكونش عايزه تكلمه اصلا. ميران بقى بتكون رايحه الشركه تاني، لكن بتلاقي بقى ان سوهو خارج منها، واللي بيقول لها انت ما بترديش على مكالماتي ليه، انت عملت لي حظر. فهي كانت لسه هتقول له لا، بس بتلاقي فعلا ان اختها عملت له حظر، فبتقول له ايوه يعني عملت لك حظر ولو عايز مني ايه. هو بيقول لها اللي هو عايز يقابلها عشان يكلمها بخصوص القضيه، فهي بتقول له انت ايه اللي عرفك بالقضيه اصلا، لكن هو بيقول لها انت مش فاكراني ولا ايه، انا اصلا اللي بحقق في القضيه بتاعتي. فهي بقى بتوافق اللي هي تقابله وبتروح تحكي لاختها اللي هي عملته، لكن
اختها بتقول لها ان هي ما تقابلهوش لانه زمان عرفوا من بعض لما كانوا هم رابطين شعرهم، لكن جاي بتقول لها ما تقلقيش مش هيعرف يتعرف علينا خالص. لكن ميران بتزعق لها وبتقول لها انا مش عايزاكي تخشي في حياتي الشخصيه وخليكي بس في الشغل وانت ساكته. فجاي بتقول لها خلاص مش هقابله، لكن بتكون حاسه ان اختها مخبيه عليها حاجه. لكن بقى بتلاقي ان هو بعت لها رساله بالمكان اللي هما هيتقابلوا فيه، فهي بتقول له لا احنا مش هنتقابل في المكان ده، وبتقترح عليه مكان تاني كانت عايزه تروحوا معايا زمان. وبتفتكر بقى لما كانت قاعده معايا زمان في المكتبه وقعدت معاه اليوم كله ساعتها علشان كان بيراجع للاختبار بتاعه، وبيسالها ساعتها انت ليه ما رحتيش مع اهلك سيول، لكن هي بتقول انا ما بروحش هناك الا للمستشفى بس. وبعد ما بيقعدوا بقى هم اليوم كله في المكتبه بيجي المدرس وبيقول لهم انتوا قاعدين لغايه دلوقتي ليه؟ فجاي بقى بتقول ان سوهو قاعد وبيراجع دلوقتي الاخطاء بتاعه الامتحان، لكن المدرس بيقول لها اخطاء امتحان ايه؟ الواد مقفل اصلا. فسوهو وشه بيتقلب الوان كده وبيقول لها لا ده انا كان في كام حاجه كده ما كنتش فاهمهم عشان كده كنت براجعهم. وبنرجع لهم بقى تاني وهم داخلين مطعم بيكون زحمه جدا، فسوهو ما بيكونش قادر يسمعها منه، فبنتها بتحس بيه وبتقول له طب تعالى بقى معايا كده بره. فهو بيقول لها هو انت خرجتنا بره المطعم عشان خايفه على مشاعري؟ فهي بتقول له انت فاكر ان الكون كله داير حواليك ولا ايه؟ بتوديه بقى نهر الهان اللي هناك وبتكون فرحانه جدا لان هي اول مره تشوفه، وهو بيكون مستغرب جدا ان هي فرحانه قوي كده ليه، ما هي بتشوفه كل يوم وهي مروحه. فبنتها بقى بتجي لها لحظه ادراك كده وبتقول له اه اصلها بس بحب النهر قوي، وبتروح بقى كمان هناك علشان تاكله راميون، وهو بيقول لها دي جي هي اللي كانت بتحب الراميون، وان هي كانت بتقول لي ان احنا لما نروح سيول ونقف قدام نهر الهان هتاكلني من هناك. فجي بقى بتتوتر قوي، لكن هو بيقول لها دي اكيد هي اللي قالت لك عشان كده انت جبتيني هنا. فبتقول له انت كنت عايزني في ايه؟ فهو بيقول لها انت اتنازلت عن القضيه بسببي انا، لكن طبعا هي ما تعرفش اي حاجه لان اختها مش قايله لها اي حاجه في الموضوع ده. فبتقول له قضيه الفساد يعني بتاعه الرئيس؟ لا اكيد مش بسبب. بس هو بيقول لها فساد ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ انا بكلمك على قضيه التحرش بتاعه زميلك بيك. بتتصدم كده لان هي ما كانتش عارفه ان ميران حصل فيها كده، لكن بتفتكر ان اختها قالت لها ما تخشيش في المشاكل بتاعه الشخصيه، فبتقول له لا مش بسببك ولا حاجه. فبيقول لها انا كنت فاكر ان انت اتنازلت بسببي عشان انا اللي كنت ماسك القضيه، لكن هي بتقول له ان الكون كله مش بيدور حواليك وانت عارف ان الرئيس بعتك هناك لان هو ما كانش قادر يروح. فبتقول له الكلام اللي انا بقوله صح ولا لا؟ لكن هو بقى بيفتكر كلام الرئيس بتاعه لما كان بيقول على ميران ان هي زميلته، وبيحس بحاجه غريبه كده لكن بيقول لها ايوه فعلا انت معاكي. واشرف بقى بيروح وبيقعد مع ميران وبيقول لها كان مالك النهارده بس وانت سايق العجله كده، انت كنت سكرانه ولا ايه؟ لكن هي بتقول له لا ما كانش فيا حاجه. فبيقول لها انت ما كنتش عارفه تسوقيها ليه طيب؟ وبيقول لها ان القريه كلها مستغرباها الفتره دي عشان حاسين ان هي فيها حاجه غلط، وبيقول لها احنا دايما كنا ملقبينك بالبنت البشوشه عشان مهما حصل في حياتك كنت دايما بتبتسمي، انت لما خلعتي حد ضرس العقل بتاعك كنت بتضحكي عادي. فبتقول له والله انا كنت كده. فهو بيقول لها ايوه انت كنت كده، وبيمشي وبيسيبها. وبعدين بقى ميران بتتصل بجي اللي بتقول لها انت ايه اخبارك الفتره دي وانت حاسه باي صعوبه في الشغل بتاعك؟ لكن جي بتطمنها وبتقول لها ما فيش اي حاجه، انا البنت البشوشه مهما حصل هفضل ابتسم. تاني يوم بقى مامة ميران بتدخل لها وبتقول لها انا عرفت ان انت سبتي المزرعه بتاعتك، عايزاكي بقى تروحي لجدتك النهارده. ففعلا بقى بتروح لان ما بيكونش عندها اي حاجه، لكن بقى اول ما جدتها بتشوفها بتقول لها جي عامله ايه؟ فبنتنا بقى بتفرح جدا وبتبدا بقى تعتني بيها. وفي نفس الوقت ده سو بيكون قاعد مع الرئيس بتاعه اللي بيقول له ان الوكيل بتاعنا عجبه جدا شغلك وعايزك تيجي النهارده تتعشى معاه. لكن سو بيقول له انت كنت عارف ان ميران دي تبقى زميلتي عشان كده انت وديتني قصدي هناك؟ فبيقول له ايوه انا كنت عارف ليه زميلتك عشان كده وديتك هناك عشان تجبرها ان هي تخسر القضيه. بس هو بقى بيتضايق جدا وبيقول له طب ماشي بقى انا مش رايح العشاء النهارده، وبيمشي وبيسيب. ميران بقى وهي بتعتني بالجده، الجده بتقول لها عامله ايه يا ميران بقى دلوقتي؟ فبتتصدم كده وبتقول لها انت كنت عارفاني من الاول؟ فبتقول لها ايوه انا كنت عارفاك. لكن ميران بتقول لها يعني انت مش هتساليني اي حاجه ولا انا هنا ليه؟ لكن جدتها بتقول لها انا عارفه ان انت صبرتي كتير وتحملتي كتير قوي فلازم تفك عن نفسك شويه. جاي بقى تاي بيزعق لها وبيقول لها هو انت اصلا مش قد المشروع مسكتيه من الاول ليه؟ وكده كده انت اللي هتحملي المسؤوليه بتاعته. فبتقرر تروح لصاحبه المطعم تاني بتقول لها طب بصي بقى انا عايزاكي تشوفي بس الورق ده وبعد كده نتكلم. فلسه بقى ترمي الملح تاني على بنتها بتلاقي اللي هي عماله تزعق، تقول لها انا عملت ايه بس عشان تعمل فيا كل ده؟ انا بشتغل شغل زيك ولو انا ما عملتش كده انا هفقد شغلي. فبتقول لها يعني خلصتي؟ فبتقول لها ايوه. فبترمي عليها الملح تاني، لكن بنتنا المره دي بتكون ارتاحت لان هي قالت كل اللي في قلبها. وبتروح بقى وبتقعد مع سوهو اللي بيعتذر منها وبيقول لها الكلام اللي انت كنت قايلاه ده صح، هو فعلا بعتني علشان اخسرك القضيه، بس لو انت سبتيها بسبب قولي لي. فهي بتقول له لا مش بسببك ولا حاجه وكل ده خلاص بقى من الماضي. فبيكون مبسوط كده وبيقول لها كل اللي حصل معايا النهارده كان بسببك لان هو اول مره يرد على الرئيس بتاعه. وبيقول لها انا كنت قربت خلاص انسى نفسي بس انت بقى رجعتيني تاني لايام زمان. ميران بقى بتروح وبتسيب ورق مشروع تطور المزرعه هناك عند بارك، وبتمشي بقى بالعجله بتاعتها بعد ما خلتها 3 رجول عشان تبين ان دي حياه ميران مش حياه جي. وبارك بيكون مبسوط جدا منها. المهم بقى جي وسوهو هما بيتكلموا بتتصل بيها صاحبه المطعم اللي بتقول لها انا عايزه اقابلك بكره طالما انت عايزاني بقى اعاملك كانسان. وجي بقى بتفرح جدا وسوهو بيقول لها هو انت جي صح؟ وكده بقى بنتنا باين عليها ان هي اتكشفت. وبتخلص بقى الحلقه معانا على كده. لو عايزين تشوفوا بقيه الحلقات قولوا لي في الكومنتات. وسلام.